عمرك جربت تطلب أكل من تطبيق محدش سمع عنه قبل كده؟ تخيل إن الطلب يوصل أسرع من أي دليفري، لكن بدل ما تستلم أكل تستلم حاجة تخليك تختفي طول العمر. اشترك في القناة واضغط لايك وصلي على النبي علشان القصة الجاية يمكن تكون عنك. ويلا نبدأ الحكاية. القصة عن سامي، شاب عادي بيحب يجرب أي حاجة جديدة على الموبايل. في ليلة كان زهقان فيها وهو قاعد لوحده في البيت، ظهر له إعلان غريب على فيسبوك: جرب تطبيق الأرواح، أسرع توصيل في العالم. الاسم شده والفضول خلاه يضغط على الإعلان. التطبيق اشتغل وكان فيه قائمة طلبات غريبة، مش أكل ولا شرب، حاجات ملهاش معنى. لكن سامي قال يلا نجرب، يمكن دي لعبة أو مزحة. أول طلب عمله كان حاجة اسمها هدية التعارف. بعد 3 دقايق جرس الباب رن. فتح لقى صندوق صغير، جواه إيه؟ وردة دبلة ومعاها ورقة مكتوب عليها أهلا بيك، أول واحد يفتح لنا الباب من سنين. ضحك وقال أكيد حد من صحابي بيهزر معايا. الفضول خلاه يطلب تاني، المرة دي حاجة اسمها لمحة من عالمنا. بعد دقيقة ونص الباب رن. الصندوق أكبر شوية، جواه عظمة صغيرة ومعاها صورة بالأبيض والأسود، صورة بيته. لكن في الصورة في ظل واقف وراه. بدأ قلبه يدق بسرعة، اتصل بأصحابه كلهم قالوا إنهم مش طرف في الموضوع. الليل اللي بعده قرر يطلب آخر حاجة في القائمة، الهدايا الخاصة. بعد دقيقة سمع صوت خطوات على السلم، خطوات تقيلة وبطيئة. الجرس رن. فتح الباب ولقى صندوق كبير. لما فتحه لقى جوه ظرف فيه ورقة مكتوب عليها اسمه بالكامل تاريخ النهاردة، ومعاها إزازة فيها سائل أحمر وريحتها زفرة قوي. سامي بدأ يدور على اسم التطبيق على الإنترنت، لكن ملقاش أي حاجة، لحد ما وصل لمنتدى قديم، موضوع بعنوان تحذير، تطبيق الأرواح بيخدم الموتى. الناس هناك بيحكوا إن التطبيق بيختار شخص كل فترة ويبدأ يبعت له هدايا لحد ما يجي دوره وينضم لقائمة الأرواح، والأرواح دي هي اللي توصل الطلبات. سامي حس بعرق بارد بينزل من وشه وبص حواليه، حس إنه مش لوحده في الشقة. قرر يحذف التطبيق فوراً، لكن لما ضغط ديليت ظهر له مسج على الشاشة: لا يمكن حذف التطبيق، دورك جه. في نفس اللحظة الباب خبط، مش جرس، خبط جامد، لأن محدش شاف سامي بعد الليلة دي. لو كنت مكان سامي كان هيبقى عندك فضول زيه ولا هتكمل تقليب؟